مشاهدينا، حلقتنا لليوم حلقة شوي مميزة وغريبة. ليش؟ لأنه اليوم حلقتنا عن الطب. شو علاقة الطب برمضان؟ شو السيرة؟ طب الأسنان اليوم موجود بكل مكان. طبعا قرية كفر قرع معروف أن فيها كثير أطباء، بس اليوم بدنا نيجي عند دكتور اللي نعمل عنده مشهد تمثيل للمريض اللي بخاف من الإبر ومن دكاترة الأسنان. شو السيرة؟ تابعونا. افتح، خليه يفتح. افتح. هنا خليه يلا. تعال عندي هنا. ايه حبيبي، شو السيرة؟ والله ماني عارف شو السيرة. عرفنا حالك؟ دكتور محمد رابح الثامني من كفر قرع. أول شيء مبروك عيادتك جديدة في كفر قرع، وإحنا حابين اليوم نعمل لك جولة. السؤال هو اليوم بخصص شهر رمضان في رائحة كريهة بتطلع للفم، مزبوط؟ عشان الواحد طبعا لا باكل ولا بيشرب ولا هيك، فشو أسباب؟ طبعا من أول الأسباب هي تسوس الأسنان، ثاني أسبابها في بقايا طعام على الأسنان، بقايا بكتيريا على اللسان، فيجب إحنا إن ننظف اللسان مليح منيح، وفي التهابات لثة وأسنان، فيجب إنه على المتعالج إنه يجي وينظف أسنانه ويتعالج. حلو، جميل جدا. طيب في شيء نصيحة بالنسبة لأوقات تنظيف الأسنان؟ طبعا بما إنه شهر رمضان في منهم بيقولوا تنظيف الأسنان بفطر ولا ما بفطر، مفضل انه تنظف الاسنان باوقات منتظمه، فمثلا بعد الفطور وقبل النوم وبعد السحور، بعد ما الواحد يتسحر، فهذا بشكل منتظم ينظف اسنانه، فبيخلي لريحه الثيم بتقل ريحه الثيم. وفي برضه من المفضل انه كل شخص انه يتمضمض بمياه مخصصه للفم. مكملين في عيادة دكتور محمد رابح الثامني، ومعنا هنا مرحبا، نتعرف عليكي. شيري جرامنا من مكيبلة. ما شاء الله، من قبل جاي كفر قرع؟ ايوه. طب كيف سمعت عن العيادة؟ عن طريق الفيسبوك. والله حلو. طيب انت جاي تعملي شو؟ جاي اعمل تنظيف اسنان. تنظيف اسنان، حلو جدا. طب انا عندي طلب صغير. تفضل. انا اتفقت مع الدكتور بدنا نعمل مشهد تمثيل انه انا مريض وبخاف من الابر ومن الدكاترة، بينفع تشاركي معنا؟ فيش عندي ولا اي مشكلة. ما شاء الله، يعني احسن مقابله عملتها في كل البرنامج. طيب بما انك انت جاي تعمل تنظيف اسنان، الدكتور محمد اعطانا اصلا هدايا من ضمنهن تنظيف اسنان. هذا المغلف فيه هديه من الدكتور، يعني انت جاي تعمل تنظيف اسنان لاول مره. مزبوط. فهاي المره راح تكون على حساب الدكتور، هديه مقدمه لك من برنامجنا. شو السير؟ تسلم، شكرا لكم. طيب شو السير بمقابلي؟ شو السير؟ والله مش عارفين. مش عارفين؟ لا. مشاهدينا، قررنا نقتحم محطة وقود ديزول عشان نفهم شو السيرة، لأنه هذا البرنامج قاعد بيطلع لي أعصابي، بكفيش المفرقعات والتراكترونات اللي بتفتح تحفر 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 تحفر. المهم إنه إحنا نسأل كل فئات المجتمع شو السيرة. تعرفنا حالك؟ الدكتور محمد غسان كرماوي. أهلا وسهلا فيك. أنت خريج هون ولا خريج برا؟ أنا خريج جامعة بولونيا في إيطاليا. ما شاء الله، تعرف بحب المنتخب الإيطالي. فيش آخر لا، طلع إيطاليا شوية تعبت، أما فيش بعد الكرة الإيطالية، يعني هاي بيتخرفوش فيها اثنين. شو بتنصح الناس الصايمين
برمضان؟ احنا اليوم اذا بنيجي بنحسبها 24 ساعة منهن 16 ساعة صيام، في عندك 8 ساعات افطار. اهم اشي في الافطار ان وقت الافطار ما نركزش على الاكل طوالي مرة واحدة نتعب المعدة. لازم نركز على المي خلال كل فترة الافطار، نشرب مي عشان ثاني يوم نبقى جاهزين انه ليوم الصيام عشان ما نفوتش لحالة جفاف. احنا اليوم قاعدين بنشوف في كوبات خليم وفي المركز الطبي حالات جفاف من شباب، من نساء، من رجال كبار. عشان هاي الحالات ما تكونش عندنا حافظوا على شرب المياه بكثرة. وهاي الدكتور دشرنا وراح عشان يعالج الطفل المريضة واعطاكم نصائح، بس مع هيك انا شخصيا ما فهمت شو السيرة. انتوا فهمتوا؟ مشاهدينا بعدنا مكملين في البحث عن شو السيرة، وحدا فاهم شو السيرة؟ لا احنا ولا انتوا، بس مكملين بالحلقات بدنا نعرف شو السيرة من هون لاخر رمضان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا، عرفنا حالك؟ محمد حسين عبادي، كفر قراء، محامي. محامي. طيب يا اخي انت بما انك محامي شو السيرة؟ شو في؟ فيش الناس بطلت تطيق بعضها، مش طايقة بعضها، والدنيا عمتها، الدنيا عبت قلوبها، نسيوا الآخرة، نسيوا الدين. وإحنا بشهر رمضان طبعا من كل أهل بلدنا خاصة والأمة الإسلامية عامة، كل عام وأنتم بألف خير. وشوي شوي يا عمي وتحملوا بعض، طولوا روحكم مع بعض. لازم نتعلم من الصيام الأدب والأخلاق، الصبر والمحبة، وكل عام وأنتم بخير. يا عمي محامي خبرة مرة واحد يطقن. شو السيرة؟ ما حدا فاهم. برنامجنا مكمل أكيد، المخرج موجود الحمد لله، موقعنا شغال تمام التمام، أنا بذيع إذاعة لا محال يعني، بس أبسولوتلي يعني الحاجة دي ما فيش منها تنين. اللي هم يعني الليمبي 8 جيجا وإن الحلقة انتهت، فده ربنا يعني الحمد لله. ونشوفكم في الحلقة الجاية. السلام عليكم.